في الرضع ماذا يقول لأمه؟ أبكيك لو نقع الغليل بكائي، وأقول لو ذهب المقال بدائي، وأعوذ بالصبر الجميل تعزيا لو كان بالصبر الجميل عزائي. طورا تكاثرني الهموم وتارة آوي إلى أكرومتي وحيائي. طورا تكاثرني الهموم وتارة آوي إلى أكرومتي وحيائي. كم عبرة موهتها بأناملي. انظر إلى هذه الصورة الفنية. كم عبرة موهتها بأناملي وسترتها متجملا بردائي. الله الله الله. كم زفرة ضعفت فصارت أنة تممتها بتنفس الصعداء. قد كنت آمل أن أكون لك الفداء مما ألم، فكنت أنت فدائي. لو كان يبلغك الصفيح رسائلي أو كان يسمعك التراب ندائي، لسمعت طول تفجعي وتأوهي، وسمعت حسن رعايتي ووفائي. كان ارتكاضي في حشاك مسببا ركض الغليل عليك في أحشائي. أعد البيت. تخيل. أعد البيت والله. كان ارتكاضي في حشاك عند الحمل، كان ارتكاضي في حشاك مسببا ركض الغليل عليك في أحشائي. اليوم الغليل يركض في أحشائي كما كنت أنا أركض في أحشائي. هذا ليس متفجع فقط. هذا يفجع. وهو قال لو كان بالصبر الجميل أعزائي لصبر، ولكنه لم يصبر. لم يصبر، يعني فقد أمه لم يجعل. يقول في القصيدة نفسها: فارقت فيك تماسكي وتجلدي ونسيت فيك تعززي وإبائي. يا الله يا الله. لكن هذا مذموم، يعني مذموم أن يكون كل هذا التفجع. والله ربما